عليكم جميع المتتبعين والمتتبعات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، نتمنى اللي اول مره كيشوف القناه وفضلا وليس امرا يحاول يدعمنا بالاشتراك وبالبارطاج وبالاعجاب، وكذلك يخلي لنا تعليق اسفل الفيديو او اي استفسار يخليه في اسفل الفيديو، وان شاء الله انا اجيب على تساؤلاتكم عما قريب. فتابعوا معنا هذا الفيديو من البدايه الى النهايه. ديال اليوم غادي نحاول نوضح لكم المفاد ديال واحد الرساله جات من صندوق الضمان الاجتماعي كما تشوفوا قدامكم. وهذه الرساله هذه كتخبر بزاف ديال الناس، سواء الناس اللي مسجلين كانوا مسجلين ديجا في في نظام الرامد ودازوا الامو التضامن، او الناس اللي ما ولو كانوا مسجلين في الرامد وما ما ولاوش تسجلوا في هذا الامر التضامن، او لا الناس اللي ما عمرهم تسجلوا. المهم هذه الرساله جات لبزاف ديال الناس. هذه الرساله المفاد ديالها هو ان كتخبر الناس، تتقول لهم سيتم وقف استفادتكم من نظام امو تضامن لكون المؤشر الاقتصادي والاجتماعي لأسرتكم أصبح يتجاوز عتبة الأهلية لهذا النظام. يمكنكم الاستفادة من نظام آمو الشامل المخصص للأشخاص القادرين على دفع اشتراكاتهم والذين لا يمارسون أي نشاط مدفوع أو غير مدفوع الأجر. للتسجيل بهذا النظام المرجو زيارة الموقع www.massinesis.ma. هاد الرساله هذه كما كتشوفوا راها هي اللي وصلت لبزاف ديال الناس وخلات الناس بزاف يتبعتروا في الافكار ديالهم. خاصه هناك الناس، كاين من هاد الناس هادو اللي جاتهم هاد الرساله مستافدين من الامو تضامن، عندهم العتبه ديال الاستفاده من هاد الامو تضامن اللي هي 9.32. يعني بقاو كيتسائلوا علاش تجينا بحال هاد الرساله ويقول لك حنا غنوقفوا لكم هاد امو تضامن واللي كتحمل المصروفات ديالها الدوله. طبيعه الحال المواطن ما كيتحمل حتى شي حاجه، فالناس بقات في حيره من امرها علاش هاد الرساله هذه وصلاتهم. اختصار اللي غادي نبغي نقول لكم هو انه كاين واحد التحيين في المنصه، كاين واحد التحيين في المعلومات ديالكم اللي عطيتو. كاين بزاف ديال الناس مش شحال هذه كانوا كيقولوا بان كاينين الناس عندهم املاك وكاينين الناس عندهم مداخيل وشدوا الدعم وشدوا امو تضامن. جاء وقت المراجعه والتحيين، فإذا كان هناك هذا التحيين كديروا هذه المنصه او كديروا الحكومه، فاكيد غادي يكون هناك واحد التغيير في المؤشر. وإلا كان واحد التغيير في المؤشر بطبيعه الحال غادي ياثر على امو تضامن، وكذلك غادي ياثر على الدعم المالي المباشر. فكما كنعرفوا جميعا هو ان العتبه ديال امو تضامن باش انك تستافد من هذا امو تضامن وما تخلص حتى شي حاجه، يعني الدوله هي اللي غادي تخلص عليك، هو 9.32. فإذا ارتفعت لك هاد النسبة هذه الأكثر من 9.32، فأكيد هنا راه غادي تقطع لك هاد أمو تضامن، وبالتالي خاصك تمشي تسجل في أمو الشامل. واللي نبغي نقول لكم هو أن أمو الشامل راه دابا لحد الساعة غير إجباري، فهو اختياري. كيمكن لك تسجل فيه، كيمكن لك ما تسجلش فيه وتسنى ريتما نعرفوا من بعد واش غادي يكون الزامي واجباري على اي واحد ينخرط هنا او لا في هذا الامر الشامل، يعني او لا يعني عادي بنادم لا ما بغاش ينخرط ما ينخرطش، مرض يمشي لا عنده شي فلوس يخلص على راسو ويداوي راسو، ما عنده ما ربي ما جاب لا مرض لا والو. نتمنى ان شاء الله ربي يكتب الصحه للجميع، راه ما غاديش يعني يخسر حتى شي حاجه. المهم ننتظروا في الشهور القادمه او السنوات القادمه شنو غادي يكون في هذا الامر هذا ديال امو الشامل. غتقولوا لي شنو الفرق ما بين امو الشامل وامو تضامن؟ امو تضامن الدوله هي اللي كتكلف بالمصاريف ديال الانخراط ديالك في صندوق الضمان الاجتماعي، ثم اما يعني وكترجع لك التعويضات ديال الدواء واي حاجه كترتبط
بالعلاجات ديالك. التآمر الشامل كذلك كتستافد من جميع الأشياء الطبية أو العلاجات الطبية اللي كتستافد منها في آمو تضامن، لكن هنا هاد آمو الشامل كتخلص على حسب الوضعية ديالك. كما كنعرفوا راه الخلاص كاين من 144 درهم حتى الفوق، يعني كاين حتى 1000 درهم على حسب المؤشر اللي عندك. كذلك نقطة مهمة لازم تعرفوها في هذه المسألة هذه، هو أن هذا المؤشر وهذا التحيين اللي كاين دابا، مثلا لقيتي المؤشر طلع لأكثر من 9.70 وكنتي كتستافد قبل من الدعم، ولو الدعم عاد بدا في شهر 12 مثلا، يقدروا في هذا الشهر هذا جوج يتوقف لك الدعم. فأول حاجة ونصيحة اللي غادي نقولها لكم في هذا الفيديو هذا، هو ان لما تشوفوا الدعم توقف لكم او جاتكم هذه الرساله هذه، فاول حاجه تمشيو تشوفوها هي المؤشر ديالكم، واش المؤشر ديالكم بقى في العتبه اللي كان فيه من قبل، او لا هذا المؤشر زاد يعني على العتبه. فانا كما قلت لكم اذا زاد على العتبه ديال 9.32 غادي يتحيد لكم امو تضامن. الى زاد كذلك اكثر من 9.70 كذلك غادي يتحيد لكم الدعم الاجتماعي. لهذا لازم انكم تراجعوا تشوفوا المؤشر ديالكم واش بقى هو ولا يعني هذه الرساله يعني كاين تقدر توقع ان هذه الرساله غيصيفطوها للناس كاملين، ولكن انت اولا انت لازم تشوفوا المؤشر وتبقاو دائما تراقبوا المؤشر ديالكم فين وصل. فاكيد الا ما كان عندكم حتى شي تغيير في الحاله الاجتماعيه ديالكم، بالحاله الماديه ديالكم الاقتصاديه، اكيد المؤشر غادي يبقى هو ونتوما ما كذبتوا حتى في شي حاجه اللي كتكون اصلا مسجله وكل شيء واضح للدوله، فاكيد المؤشر غادي يتغير رغم انهم مشاو بالمعطيات اللي عطيتيهم انت، زقلوا شي حاجه في المعلومات ديالك. لكن دابا غادي تبدا المحاسبه وغادي تبدا انهم يراجعوا ويديروا تحيين ويشوفوا هذا المؤشر اللي تعطى لك واش يعني تستحقوا او لا ما تستحقوش، وبالمقابل يقدروا ينزلوا لك من المؤشر، لان يلقاو بان هذا المؤشر اللي تعطى لك في الاول انك ما تستحقش ان يكون عندك واحد المؤشر طالع، يقدروا ينزلوه. لهذا هما حاولوا دابا راهم كيحاولوا يديروا التحيين ديال المعلومات ديالكم، كيحاولوا يديروا التحيين ديال هذا المؤشر هذا. فانتوما عندكم واحد جوج حلول قدامكم في حاله ما الا ترفع لكم المؤشر وواجهتوا هذه المشاكل هذا وخفتوا على انه يمشي لكم الدعم ويمشي لكم امو تضامن. الحل الاول هو انكم تحاولوا تشوفوا الطرق باش انكم تنزلوا المؤشر ديالكم. الطرق المعروفه والقانونيه كذلك، يا اما تضيفوا اشخاص معكم من العائله ديالكم، يعني اللي ممكن حتى هما يتعالجوا معكم في نفس الامو تضامن، ولكن المشكل غادي يكون في الدعم اللي هو غادي يستافد منه فقط رب الاسره. واما مثلا غادي تمشيو تسجلوا مباشره في امو الشامل، لكن غادي تخلصوا شهريا. الاشتراك ديالكم غادي يكون على حسب شحال عندكم في المؤشر. لهذا اللي غادي نبغي نقول لكم وبخلاصه هو انكم تراقبوا المؤشر. المراقبه ديال المؤشر لا جينا نحسبوا شحال قلتها في هذا الفيديو هذا غتلقاوني قلتها بزاف ديال المرات. وعلاش انا اكدت عليها؟ لانها المؤشر بطبيعه الحال هو له واحد الدور كبير في انكم باش تستافدوا من امو تضامن اللي الدوله هي اللي غتخلص عليكم، او لا تستافدوا كذلك من الدعم الاجتماعي. لهذا راقبوا المؤشر ديالكم. الا كان عندكم شي تغيير في الوضعيه ديالكم، مثلا كنتي عندك خدمه وما بقاتش عندك خدمه، حاول انك دير تحيين ديال المعلومات. هذا التحيين المعلومات راها كتنزل المؤشر وكذلك كترفع المؤشر الى مثلا كنتي ما خدامش ولقيتي خدمه، وهما مثلا توصلوا المعلومه على ان عندك خدمه وكتخلص منها وكل شيء، هنا المؤشر ديالك غادي يطلع ويمكن تحرم من امو تضامن وكذلك من الدعم الاجتماعي. وهذا الشيء كله الا فات العتبه المطلوبه في كلا الحالتين، يعني يا اما في الحاله ديال امو تضامن اللي هي 9.32 واما في الحاله ديال الدعم الاجتماعي 9.70. لهذا راقبوا المؤشر ديالكم قبل ما انكم ديروا اي اجراء. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى على انني نكون فتكم بواحد المعلومه
لان صراحه المواطن المغربي محتاج للتوعيه في هذا الامر هذا. هذا الورش الكبير يعني اللي دابا كاين، اللي هو الحمايه الاجتماعيه، وكتفرع عليه بزاف ديال الامور اللي كتخص المصلحه ديال المواطن. يعني المواطن مازال محتاج واحد التوعيه، مازال محتاجين واحد الحملات يعني توعويه، سواء في التلفازه سواء في الحكومه، يعني محتاجين. لكن حنا كنديروا على قدر الامكان ديالنا، كل ما كتكون عندنا شي معلومه ومعلومه صحيحه كنحاول نوصلها لكم. ولا لاحظتوا انا ما كنخرجش بفيديوهات بزاف، يعني كنبقى نفصل بزاف في هذا الموضوع، الا المعلومه اللي كتكون مهمه ومفيده كنحاول انني نقولها لكم. فنتمنى على انكم تتفاعلوا مع هذا الفيديو هذا، تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش تكون هناك فائده. فدمتم في رعايه الله.